السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات. ان شاء الله الشيء اللي راني نقدم فيه هنا لاستحسانكم ورضاكم، الصور معبرة يعني مشوقة لماعة. نروحوا مع بعض نشوفوا الفيديو تاعنا. مقادير الوصفة هنا كما راكم تشوفوا. عندنا مادلين بالشيكولا. كنت هنا انا هنا درت نصف الكميه، اللي باغي يدير بزاف يضاعف الكميه نورمال. انا كما كتشوفوا درت بيضه، درت فانيليا، عندي 45 غرام سكر عادي، عندي 40 غرام فرينه و10 غرام كاكاو. بغيتو ديروا الكاكاو البني ولا ديروا الكاكاو الاسود كيما انا، ولا تخلطوا بيناتهم. الحق انا اختار جاي نخلط بيناتهم. عندي هنا هي هنا انا درت 3 غرام، يعني ديروا 2.5 غرام خميره الحلوى. لا قدرتوا ديروا 2.5 ديروا 2.5، انا درت 3 غرام ونقص منها شويه وكمان هكذاك. هنا عندي 50 غرام مارغرين ذايبه ودارتها. واش راح نديروه؟ اكيد راح نخلطوا السكر والعظمه تاعنا مليح، يعني وصفه بسيطه وسهله وفي رمش عين راح تكملوها وما فيهاش يعني مقادير كبيره كيما نقولوا. خلطوا مليح السكر تاعنا. هنا ما نستخدموش الباتور لانه خفيفه، ولو كان راح نخدموا بالباتور راح تجي خفيفه بزاف، ومع الخميره راح تطلع لنا بزاف، تجي يعني تفيض كيما نقولوا. يعني الحق انا الوصفه هذه يعني هذه بالذات كنت شفتها في جروب، درت يعني جروب تاع حلويات يعني تاع الشيفان. دارت الشيف قصر الملوك في الجروب تاعها، يعني كان عندها دارت مباشر. شفتها عجبتني الوصفه، تحمست لها وقلت والله غير مادام عندي الحوايج نديرها ليه خفيف خفيف خفيف، نجربها وفي نفس الوقت نستفادوا كامل. ودرتها وحطيتها في الجروب وعجبتهم ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا خلطت البيضه نتاعي مع السكر مليح. راح نضيف النواشف كما يقولوا وحنخلطهم مع بعضهم مليح ومن بعد نغربلهم. يعني انا هنا مغربلتهم بصح باش يندمجوا لي مليح المكونات، والخميره تتوزع لي سماع النواشف ما تجينيش في بلاصه طالعه وبلاصه تجي فيها وبلاصه ما تجي فيها، راح تطلع لي في بلاصه وبلاصه ما تطلعليش. عفوا نخلطوا مليح. الزبده تاعنا هي اللي نضيفوها في الاخر، بعد نضيفوا المارغرين. اذا كان شتو الخليط تاعكم يعني جاي شويه، يعني هو نورمالمون كانوا مليح، زيدوا له شويه ولو نص مغرف فرينه. نضيفوا الزبده تاعنا ونزيدوا نخلطوا مليح. ندهنوا المول تاعنا تاع المادلين بالزبده ونرشوا عليه الفرينه. عفوا باش نقول لكم حباباتي، جاموا بارطاج للفيديو، يعني كيما الشاف هذه دارته مباشر باش نستفادوا حنا وهزينا الوصفه. نتمنى ان شاء الله انا كي حطيت الوصفه في الفيديو يعني كيما نقولوا في ميزان حسناتها وحسناتي، يعني نديو اجر مضاعف، تدي الاجر وندي انا الاجر معاها. من بعد كيما قلت لكم راح ندير في المول هذا، يعني للامانه هي المول اللي استخدمته باللون الاحمر. انا هذا كنت شريتهم عندي مده من شريتهم، هي اللي استخدمته باللون الاحمر. ممكن تلقاوه اللي يحب يطبق الوصفه الشيء هذاك. ومام قالت تقدروا ديروه في المول تاع الكوكياج هذا، يجي الشكل تاعو شباب، وديروا زوج مولات مع بعضهم باش بعد كي تحطوهم في الصينيه ما تحرقناش المول هذاك، وطيب لنا مليح المادلينه تاعي المادلينه تاعنا. درك نحاول ندير كميه، ما نديرش مغرف كبيره وما نديرش اسمع ما نعمرش هذاك الفراغ كيما راكم تشوفوا فيه الكل. نخلي ندير حاجه قليله برك حتى ما راح تطلع باش تجينا سوا سوا. نشكر مشتركاتي كامل اللي راهم يتبعوا فيا ويشجعوا فيا، واللي راهم يكملوا يطبقوا في الوصفات ويبعثوا لي في تطبيقاتهم. نقول لهم شكرا
شكرا. هذه وصفه سهله تقدروا تستخدموها، تقدروا ديروها لولادكم كي يروحوا يقراو، تقدروا تحضروها وتخبيوها في الثلاجه مثلا في المجمد، يعني في بورطمونجي هكا، تغلقوها مليح، وكي يجيوكم ضياف تجبدوها ديروا لها غير الشيكولا برك، يعني تخبيوها بلا شيكولا، ديروا لها الشيكولا وانتم درتو قهيوه الله عليها. كما راكم تشوفوا هنا، ونعمر الفراغات تاوعي الكل. تقدروا ديروها بالالوان الشيكولا، تقدروا هنا ديروا ذوق الفاني، ديروا اذواق، يعني في المادلين نفسها ديروا الاذواق اللي حبيتو، وتنولوا عفوا وتلونوا الشيكولا على حسب الذوق. انا هنا كان عندي الشيكولا غير هذه نتاع لي بالحليب، عليها درتها بالكاكاو، ما عنديش الشيكولا البيضاء. المهم قلت نطبق الوصفه ونستفاد وتستفادوا نتوما كامل. هنا ذوبت الشيكولا تاعي يعني بدون اضافات. يعني كما يقولوا للامانه كانت عندي شويه شيكولا وحده فضه كي خلصت لي الشيكولا الاخرى كانت فيها شويه زيت، زدتها يعني نورمال عادي ما صالها والو. اللي حاب يزيد لها شويه زيت يزيد. المهم هما ديما تجارب، نتوما جربوا وحده مثلا بالزيت، اذا صلحت لكم كملوا بالزيت نورمال، اذا ما صلحت لكمش ما تغامروش بالشيكولا تاعكم كامل، اعطيو لرواحكم الحلول. كيما راكم تشوفوا درت كميه من الشيكولا في الفراغ هذاك تاع المول، وحطيت المادلانه تاعي. نزيد معاكم وحده، يعني سهله ماهله ما فيها لا تعب لا حتى حاجه. نزيدو نحطوها، ندير معكم وحده تاع كوكياجه ثانيه عجبتني، جات باهيه على الكيف. اللي ما عندوش المول تاع المادلان هذا يدير تاع كوكياجه اذا متوفر عنده، يعني انا ما اظن هذو تاع الكوكياج كي يخرجوا مع الاول كامل الناس كامل شراتهم، اللي ما عندوش واحد عنده زوج، سواء اللي يخدموا الكاطو ولا اللي ما يخدموش. المهم انا نكمل الخدمه نتاعي كل ونعد لكم الحلوه تاعنا واجده. هذه هي البنات حلوتنا لي نهار اليوم جات ما شاء الله. درت لها تزيين خفيف يعني كما درت الشاف بالورق الذهبي والفضي في زوج، يعني يعطيوها منظر. بغيتو تكسروا اكثر من هكا، بغيتو حاجه قليله، بغيتو تخليوها سامبل خاصه يعني انا يعني كاع درتها في القناه برك، يعني اللي زينتها هكذاك. التزيين تزينوا كيما حبيتو، جات هشيشه وخفيفه وبنينه مالغري كاكاو مر، بصح تناسق مع الشيكولا. نبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.